عندنا وصل في مصر أحدث أجهزة للتأهيل الطبي للاعبين. أجهزة مش هتشوفوها في أمريكا ولا في روسيا ولا في إنجلترا. التأهيل بالجردل، التأهيل الطبي بقى بالجردل. كابتن حسام عاشور لاعب خط وسط النادي الأهلي حاطط رجله في الجردل، وزي ما انتم شايفين ده أحدث تأهيل. وخلي بالكم الجردل أخضر لأن ده تأهيل القدم. في جردل بقى اصفر وفي جردل فوشيا وفي يعني حسب الانواع. بصراحه التاهيل بالجردل مش هتلاقوه الا في مصر. التاهيل الطبي الرائع لا يمكن تلاقي هذا الجهاز الا في مصر. عندنا بصراحه التاهيل بالجردل هتستعين بيه كل الدول العربيه. كمان في تاهيل تاني اسمه التنطيط بالكوره، يعني تمسك كوره كده وتقعد تنطقها، وده تأهيل عشان عضلة السمانة تفرد. يبقى عندنا التأهيل بالجردل والتأهيل بتنطيط الكرة. وعلى فكرة والله ما هو كلامي، ده موقع جماهير الأهلي .com هو اللي حاطط الصورة ديت وكتب الموضوع ده، وقال التأهيل بالجردل في 2010 يعني احنا داخلين في 11. العالم كله يستورد أحدث الأجهزة ويصنع أحدث، ولسه احنا بالجردل. طب ما نشوف حاجة تاني. طب يا ترى الجردل ده عامل زي يعني بكام؟ 3 جنيه ولا ب 150 جنيه؟ وعلى حسام عاشور ان يستورد جردلا اخر. وهل الجردل ده فيه ميه ولا فيه تلج؟ انا بقول لكم شوفوا اكتشفوا انتوا الحقيقه. الجردل ده فيه ايه؟ طبعا اذا كنا بنتبارك بالميه المباركه وعندنا التاهيل بالجردل، الجردل ده ممكن يكون فيه برضه يعني ايه؟ خلطه عفريت يتيم، خلطة مش عارف ايه، خلطة ايه، حاجة كده يعني من الخلطات اللي هي ايه. حط رجلك في الجردل تطلع تكتسح الملعب. ويا كابتن حسام عاشور يا بختك. انا عايز بس بيبو يرجع لي الصورة تاني عشان تشوفوا رد فعل كابتن حسام عاشور ازاي مبسوط وهو بيستخدم احدث الاجهزة للتأهيل الطبي في مصر، التأهيل بالجردل.